شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا جايين نكمل الانفستمنت ان ديت سكيورتيز. طبعا كالعادة انا بحب اديكوا كده يعني زي استرجاع بسيط عن اللي احنا خدناه. احنا اتكلمنا عن لو انا مستثمر بس ليا ملكية في الشركة، ولو انا مستثمر بس انا مقرض للشركة. تمام، في فرق ما بين الاتنين؟ في فرق. اتكلمنا عن موضوع الايكويتي سيكوريتيز وعن الايكويتي ميثود. أخدنا في الإيكويتي سيكيورتي اللي أنا راجل ما عنديش أو اسمي نون انفلونس، ليس لي تأثير في قرارات بقى فيان كان بقى. بعمل fair value remeasurement في نهاية كل بالانس شيت ديت أو في نهاية كل إقفال سنوي. تمام، بيكون عندي بقى زيادة أو نقصان في قيمة الحاجة اللي أنا مسجلها دي لما قارنتها بالفير فاليو. بسجلها unrealized holding gain or losses، وبعد كده بتظهر عندي فين؟ في الانكم ستيتمنت. استلمت dividends بتروح برضو dividend income في الانكم ستيتمنت. بات مش هيكون اسمها unrealized، هتكون اسمها realized gain or losses. تمام، دي كانت اول كيس. تاني كيس اخدناه اللي هو ان انا راجل ليا انفلونس، راجل ليا من 20 ل50 نسبة الملكية بتاعتي. فأنا استثماراتي دي بتكون باخد يعني حساب الانفستمنت عندي في دفاتر بيزيد أو بيقل على حسب نسبتي. لو أنا خدت أرباح بقى أو خسارة فبيزيد أو بيقل. تمام، ولو برضو ديفيدنس مش هنسجلها انكم لأن أنا اوريدي كنت مسجل الانكم قبل كده لما هو اداني النسبة بتاعته سجلتها. تمام، اتكلمنا بقى في المحاضرة اللي قبل دي عن موضوع اللي هو الديت. تمام، اتكلمنا ان الديت ده انت راجل مقرض للشركة. تمام، وعرفنا ان الكريتيريا بتاعتهم 4 او كاتيجوريز: هيل تو ماتوريتي، تريدنج، افيلبل فور سيل. اخدنا الهيل تو ماتوريتي، قلت ان انا راجل يعني الراجل اللي هو بيدفع الفلوس دي في السندات هو نيته ان هو عنده النية وعنده الابيليتي، يعني الراجل ده مقتدر ومش محتاج الفلوس دي، فخلاص هو مخلي الفلوس دي لحد لحد الماتيوريتي ديت بتاعها. تمام كده. تمام، جينا بعد كده عرفنا موضوع ان انا بسجلها بالامورتايزد كوست. وبعد كده لو انا كنت محتاج فلوس او ان انا عندي متخوف من موضوع بقى ان انا الريت بقى يزيد او يقل، او خايف ان انا ممكن ريت البنك يكون اقل فانا هبيعها بخساره، ممكن ان انا ابيعها. يعني مش شرط ان هي هيل تو ماتوريتي مش هتتباع، ممكن انا ابيعها لو انا احتجت كاش او متخوف من موضوع الريت. تمام، طيب امتى هبيعها وبرضه اسجلها هيل تو ماتوريتي؟ لو فاضل في تاريخ استحقاقها 3 شهور يعني وتخلص، او لو انا كنت محصل من قيمة البرنسبل والقيمة الاصلية بتاعت المبلغ او او اصل المبلغ كام 85%. تمام، عرفنا بعد كده البرزنتيشن بتاعها ان هي هيل تو ماتوريتي، تسجل amortized cost net of any unamortized. وعرفنا ان هي الانكم ستيتمنت باخد الانترست، وفي الكاش فلو بتسجل تحت الانفستنج اكتيفيتي. طيب النهارده احنا جايين نتكلم عليه عن الفير فاليو او التريدنج سيكيورتي. التريدنج سيكيورتي نفس موضوع من 0 ل20. انت مش كنت في لما كان ليك ملكية من 0 ل20 النون انفلونس كنت بتعمل فير فاليو ريميجرمنت؟ نفس الكلام هنا. تمام، وبرضه هتسجلها فين؟ هتسجلها في الانكم ستيتمنت. دي اللي هي بغرض المتاجرة، دي اللي هي النوع التاني. فانا بقول لك trading security are bought and held primarily for sale in the near term. يعني انا راجل اشتريتها بغرض الهدف الاساسي من الشراء ده ان انا ابيعها على المدى على المدى القريب. they are purchased and sold frequent، يعني بتشتري وبتبيع، بتشتري وبتبيع، يعني بتتاجر فيهم. زي انت مثلا مشتري ذهب ولقيت سعره راح رفع، رحت بعته عشان تكسب فيه. نفس الكلام. تمام، ده كده مثال عن موضوع الذهب. تمام، each trading security is initially recorded at cost. يعني أنا لما انا بسجل التريدنج سيكيورتي دي بسجلها بالكوست. تمام، including بقى البروكج كوميشن اند تاكسز. يعني لو هي في ضرائب
برضه هسجلها شاملة الضريبة، وهسجلها داخل معاها ايه الكوميشن بتاع الراجل الوسيط يعني. تمام. at each balance sheet date زي ما قلنا بقى trading security are measured at fair value. بتروح بتعمل إعادة تقييم ليها زي ما عملت فين، في لما كان ليك نسبة ملكية من 0 ل 20. تمام. unrealized holding gain and losses برضو هي يعني أرباح غير محققة، نفس الكلام. when trading security are reported in the net income هتسجل في النت income أو في الانكم statement. A holding gain or losses is net change in the fair value during the period. يعني الكلمة دي يعني اللي انت جالك ده جالك نتيجة التغير ما بين الكوست اللي انت مسجلها وما بين الفير فاليو اللي هي الانريلايزد، ده اللي هو بقول لك عليه هنا. not including recognized dividends or interest not received. يعني لما انت سجلت ال unrealized دي، هو اللي عايز يحكوا لك كده يعني بشكل مبسط، اللي انت سجلت unrealized مش داخل فيه الديفيدنس اللي انت استلمته، ولا ايه، ولا الانترست كمان اللي انت بتاخدها من فين، من الانفستي. تمام. دي كده بشكل ايه، بشكل مبسط. طيب الديت سيكيورتي، الكريتيريا التانية الديت سيكيورتي تريدنج. البالانس شيت بتتسجل كرنت. ليه كرنت؟ لان انا راجل بشتري وببيع على طول، فهي مش هتكمل معايا بقى 1 year or operating cycle which is longer والكلام ده كله. هي انت مشتريها وبتبيع فيها على طول، فهي current. reported at fair value زي ما قلنا ان انا في نهاية كل بالانس شيت ديت بعمل ريميجرمنت بالفير فاليو. طيب الانكم ستيتمنت اللي هيظهر فيها، هيظهر فيها تاثير الانترست انكم اللي انت بتستلمه من الشخص اللي انت مديله الفلوس دي وانت مقرض ليه، هو مديك سندات. وهيظهر فيها ال unrealized holding gain or losses من ناتجة من فين؟ من إعادة التقييم. و realized gain and losses. تمام. هنا الكاش فلو هتسجل operating activities. تمام. طيب هو هنا ادالك مثال، خلينا ناخد كده المثال ده مع بعض ونشوفه. طيب احنا ممكن نحله هنا على طول. اوكي. بيقول لك in October 1 year 1 Maverick company purchased 1000 share of Larson. يعني الراجل ده اشترى 1000 شير. تمام. mandatorily redeemable preferred stock زي ما قلنا فين، زي ما قلنا هنا. يعني البريفيرد ستوك او الديت بتشمل ايه؟ mandatory redeemable preferred stock. يعني هي redeemed by issuer، هو اللي يقدر ايه يحولها لسندات. فهو في الحاله دي بيقول لك ان هي تتحول لسندات يعني. تمام. debt security at fair value. Maverick classified this investment as trading security. يعني اعتبر ان دول هم تريدنج، الراجل بيتاجر فيهم بيشتريهم وبيبيعهم على طول، يعني هم ايه current. تمام. on March 1 الكلام ده كان في اكتوبر 1 year 1. شفت ما كملوش عنده في مارش، راح ايه باعهم sold of all of its investment at fair value بالقيمة العادلة. The following are the fair value per share of Larson mandatory redeemable preferred stock. اوكي. هنا ده التاريخ، تاريخ اللي هو ايه اشترى فيه، اللي هو اكتوبر 1 year 1. كان اشتراها بكام؟ ب 15000. طيب لو عملنا القيد مع بعض، القيد سهل. لما انت جيت اشتريت قلت ايه؟ قلت ديبت investment in debt security نوعها تريدنج. تمام. كريدت ايه؟ كريدت الكاش. انت اشتريتهم بكام؟ اشتريتهم ب 15، يعني 15 في 1000 ب 15 ايه؟ ب 15000. ده كده القيد الاولاني، ان انت اكتوبر 1 year 1 قلت من حساب التريدنج سيكيورتي ب 15 والكاش ايه؟ يعني هنا انت زادت عندك استثمارات والكاش عندك قل ب 15. تمام. طيب الحالة التانية إن قال لك إن هو ديسمبر 31 year 1 عمل لهم تقييم، كان السعر بكام؟ ب 14. طيب لو هو السعر ب 14، يعني الراجل ده لما عمل التقييم بقي عنده خسارة دولار لكل شير. يعني هو الراجل عنده 1000 دولار ب 1000 دولار. ال 1000 دولار دي قلنا إن هي هتكون unrealized holding gain or losses. هي في الحالة دي هي خسارة. تمام. لأن هي إيه نزلت ما زادتش، فأنت هتسجلها unrealized losses credit الإيه الانفستمنت. هنا بيقول لك أهو at each balance sheet date trading security are remeasured at fair value. Unrealized holding gain and losses are reported in earnings. ده اللي هو بيقول لك عليه يعني، عشان يجي يقول لك هيعمل إيه في التاريخ ده.
طيب فهو قال لك هنا اهو security fair value adjustment. ده هو عمل يعني عمل زي حساب وسيط، ما رضيش يرميها على الحساب ده، عمل زي حساب وسيط كده اسمه adjustment. تمام. فهنا قال لك ايه السكيورتي فير فاليو ادجستمنت، نقللها واعتبر ان في 1000 ايه unrealized. دي طبعا غير محققه. ليه؟ لان انت لسه ما بعتش، انت راجل عملت بس تقييم. تمام. فدي قللت لك الايكوتي لان هي راحت على الانكم ستيتمنت. والانكم ستيتمنت ده زي ما احنا عرفنا بقى بيرمي في حسابات ايه الملاك يعني. تمام. فكده ال1000 دولار دي ايه خلصت. طيب الحالة التالتة بقى مارش 1 يير 2. هو الراجل ده قال لك ايه، الراجل ده راح باعهم. هو كان مسجلهم بكام؟ كان لما ظهرهم اخر السنة ب 14، راح باعهم ب 21. معناه ان هو كسب كام؟ كسب الفرق اللي هو السبعة. سبعة في 1000 ب 7000 دولار. تمام. اوكي يعني كده هو هيقفل الحساب الاساسي اللي هو ب 14، وهيستلم كاش بقيمة 21000. وكده عنده في حاجة ناقصة في الكريدت. ليه؟ لأن الكريدت 14 والديبت 21، فال 7000 دول اللي هم إيه؟ ريلايزد بقى. ليه؟ لأن هو باع. تمام؟ ده اللي إحنا إيه هنقوله هنا. هنقول ديبت الكاش ب 21000 دولار، وكريدت تريدنج سكيورتي اللي أنا مسجلهم ب 14 في قفلة الميزانية، وعندي جين زود لي جين بقى مش unrealized جين على طول ب 7000. قال لك بقى ايه ال1000 في 21 ب 21000. وده اللي هو ايه الفرق ما بين الكاش بروسيد والفير فاليو 7000 دولار. ده اللي هم ايه الجين. تمام. طيب كده احنا ايه نكون خلصنا بقى. تاني حاجة تقريبا ان هي هتكون سهلة معاكم ما فيهاش اي مشاكل. فرق الهيلث ماتيوريتي عشان انت مخليها لاخر الفتره بتاعتها او للديت بتاعها، فهي ملهاش اعاده تقييم. هي بتيجي في اخر الفتره يعني بتستلم الفلوس وخلاص. وفي المقابل ان انت بتستلم فوائد بلس اصل المبلغ اللي انت دافعه. التريدنج ليها اعاده تقييم زيها زي نوع الملكيه اللي هو من 0 ل 20. ليها تقييم بالفير فاليو ميجرمنت، هي انت مخليها معاك بهدف التجارة. فانت في نهاية كل فترة ميزانية هتعمل لها إعادة تقييم. هيبقى عندك unrealized holding gain or losses هتسجلهم على الانكم ستيتمنت. تمام. ومش داخل فيهم ولا الانترست اللي انت استلمتها هتسجل برضو ليها classified interest. والديفيدنس هتسجلها ديفيدنس لوحدها classified. عرفنا التصنيف بتاعها كبالانس شيت. هي كرنت بالفير فاليو الانكم ستيتمنت بستلم انترست. ده طبعا الموضوع ده لسه هناخده بعدين. وايه واللي هيأثر هنا الانريلايزد والريلايزد جين لو انا بعت. ودي ايه الكاش فلو. وخدنا المثال وفهمناه. كده احنا هنكون فاضل لنا بس اخر حاجه اللي هي available for sale. دي طبعا برضو يعني سهله ما فيهاش اي حاجه. وبعد كده الامبيرمنت. وكده نكون خلصنا موضوع الديت سيكوريتي. ان شاء الله مكملين معاكم شرح الشهادة. وان شاء الله نشوفكم على خير المحاضرة الجاية. كل عام وانتم بخير. رمضان كريم. والسلام